يلا هنفرجكم على الحمام بتاعنا زي ما احنا متعودين. بسم الله ما شاء الله. ده الشبابيات وده ذكر بلاك، ودي كده حاجة بسيطة. وهنفتح على الحمام دلوقتي علشان ننش ونطير. دي نتاية، تمام. دي نتاية قلنا برضو نفرج حبايبنا زي ما طلبوا مننا، نفرجهم على الحمام وهننش الحمام دلوقتي. طبعا هنا ذكر البلاك دوت، طبعا ابو الزغاليل البلاك ديت، تمام، اللي هم الجوز دول، تمام. بس كده نفرجهم لحبايبنا زي ما انتم شايفين كده. ويلا بينا نفتح على الحمام زي ما احنا متعودين ونوريكم الحمام بتاعنا دلوقتي. ده الحمام اهو يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف الحمام اللي هيطير ونفتح على الحمام دلوقتي، وكم حاجه كده عملناهم الفتره اللي فاتت ديت ونوريهم لحبايبنا. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الحمام يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. ده الفرد كبر اهوت، تمام، زي ما احنا نزلنا لكم الفيديو اللي قبل كده. كنا منزل لكم فيديو جامد جدا لحبايبنا ومتابعينا طبعا اللي طلبوا مننا، وهنقول لكم على شويه حاجات احنا عملناهم في الغيه بتاعتنا. فتحنا على الحمام دلوقتي علشان الحمام يطير ونسيبه براحته زي ما احنا متعودين، تمام. وهنقول لكم برضو على الحاجات اللي حصلت عندنا في الغيه الفتره ديت. بسم الله ما شاء الله. الحمام اللي انتوا كنتوا شايفينه كان شاطح، الذكوره اللي كانت شاطحه النوتي، تمام، الحمد لله وبفضل الله وكرم ربنا الحمام طبعا حصه. بسم الله ما شاء الله. دهوت ده حصه اهو، بسم الله ما شاء الله. الذكر الرائي دهوت، وانا برضو نفس النظام. ارجعوا بس للفيديو بتاعنا، هنسيب لكم الفيديوهات برضو في صندوق الوصف. دي الحمام طبعا اللي احنا كنا فاتحين له على السطح، والذكوره اللي كانت بتكسر النوتي طبعا. ودي الزغاليل بتاعتنا اهيت. الناس طبعا الزغاليل كبرت اهي يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، تمام. اهي فين الوحش ده؟ الزغاليل كبرت اهيت. طبعا دي حاجه كده من حمامنا المتواضع، وافتخر طبعا بالحمام بتاعنا وغيتنا البسيطه وغيتنا الجميله. وطبعا زي ما احنا عودناكم في الفيديوهات اللي احنا بنعملها، بنفتح على الحمام وهنش الحمام ونسيب الحمام على السطح في اليوم الجميل بتاعنا اللي احنا دايما متعودين نفتح على الحمام بتاعنا فيه بفضل الله. فلازم تشوفوا كل حاجه ونوريكم برضو كل حاجه على الطبيعه، علشان دي غيتكم وغية حبايبنا ومتابعينا طبعا. وما تنساش اللايك الجميل بتاعك فضلا وليس امرا، علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، وفي نفس الوقت نوريكم الحمام بتاعنا والحاجات الجميله اللي احنا بنعملها بفضل الله. حمام طاير، تمام. بسم الله ما شاء الله. ذكر ونتاية همت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ده يا جماعه اهوت حمام. ودي الزغاليل بتاعتنا برضو زي ما فرجناكم وقلنا هنفتح على الحمام. الحمام ده الزغاليل دي احنا هندشرهم، الزغاليل دي هندشرهم بفضل الله، وهنعودهم على المكان وهنفتح لهم بفضل الله، وهنفتح لهم وهنطيرهم بفضل الله، تمام، زي ما عودناكم. وحبايبنا طلبوا مننا الفيديوهات بتاعتنا، بنفرجكم على الفيديوهات بتاعتنا والحمام بتاعنا طبعا في اليوم الجميل اللي احنا بنفتح فيه. وزي ما احنا متعودين الحمام يا جماعه، اغلبيه الحمام اللي كان بيجري، الذكوره اللي كانت بتجري ورا النوتي، الحمام بفضل الله زي ما انتم شفتم جوه. وهنوريكم برضو تاني الحمام حصه طلع زغاليل بفضل الله. والناس اللي كانت بتشتكي من الحمام اللي ما بيحصيش، فاحنا قلنا فتره قلش وتغيير ريش والكلام ده كله، والحمام بفضل الله خلاص هينتج. وما تقلقش وما تستعجلش على حاجه، تمام. اليوم اللي احنا متعودين فيه نفتح على الحمام، اليوم اللي احنا متعودين نفتح على الحمام فيه بفضل الله. الحمام طبعا كان محبوس وفتحنا له زي ما انتم شايفين كده. اتفرج حبايبنا برضو على كل حاجة عندنا في قلب الغية بتاعتنا بفضل الله. اتفرج حبايبنا على كل حاجة.
ما تحرموناش طبعا من اللايك الجميل بتاعكم. اللايك بيفرق معانا يا جماعه، بيرفع الفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. طبعا هنقول لكم احنا عملنا ايه النهارده مع الحمام كله بصفه عامه. تمام، هنقول لكم عملنا ايه مع الحمام النهارده بصفه عامه. تمام، والناس اللي بتبعت لنا يا جماعه تمام على اي مشكله احنا بنرد عليها بفضل الله. تمام، ففتحنا على الحمام اهوت وبنوريك كل حاجه على الطبيعه في الغيه بتاعتنا البسيطه، الغيه بتاعتنا الجميله، وبنفتخر طبعا ان احنا بنربي حمام في المكان دوت بفضل الله. نفتخر ان احنا بنربي حمام في المكان دوت. افرجكم برضو على حاجه كده. طبعا احنا اليوم ده بنفضل ان احنا طبعا نسيب الحمام في الشمس زي ما انتم شايفين كده. الجو كان ممطر طبعا بالليل، النهارده يوم اجازتنا طبعا. الجو كان ممطر وقلنا برضو نفتح على الحمام عشان يطلع في الشمس زي ما انتم شايفين كده. الفيديو ده بحب ان انا اعمله دايما على طول لاخواتنا وحبايبنا زي ما بيطلبوا مننا. اعمل لكم الفيديو ونسيب الحمام على السطح والحمام يدشر الكبير والصغير، ونفتح للحمام الكبير والحمام الصغير زي ما احنا متعودين، وفي نفس الوقت برضو مجموعه الحمام اللي احنا حاطينهم دوت تمام اللي هي الزغاليل. وفي نفس الوقت عندنا انتايه اهي بسم الله ما شاء الله من الحمام الجديد بفضل الله. حطيناها اهيت من الاستوكات، حطيناها في قلب السلاكه فوق، اللي في قلب السلاكه مش اللي بره، اللي في قلب السلاكه عشان يبقى الكلام واضح لاخواتنا وحبايبنا، عشان يبقى الكلام واضح لاخواتنا وحبايبنا. صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا شايفين الذكر الكبير ابوهم. خدوا بالكم بقى الناس اللي بتحب الزغاليل وعشاق الزغاليل طبعا، واللي بتحب تدشر وتعود الحمام على المكان، دشار الحمام وتعود الحمام على المكان. والزغاليل ده الذكر ده الكبير طبعا ابو الجوز البلاك دول. تمام، ابو الجوز البلاك دول. النتايه دي عايزه تطير، النتايه دي عاوزه تطير، عاوزه تطير ويتفتح لها. نفتح اهوت على الحمام وقلنا نطير الحمام بتاعنا في اليوم دوت، وفي نفس الوقت نسيب الحمام على السطح زي ما احنا متعودين وزي ما الناس طلبت. ايه رايكم في الصفحه اللي احنا حاطينها هناك دي برضه؟ اكتبوا لنا في التعليقات طبعا رايكم في الفيديو اللي احنا بنعمله والفيديوهات اللي احنا بنعملها، وما تبخلوش علينا طبعا باللايك. كل اخواتنا وحبايبنا الناس اللي بتدعي لنا طبعا باللايك، اللايك طبعا مفيش عليه فلوس ولا حاجه، وفي نفس الوقت بس بيرفع الفيديو بتاعنا فضلا وليس امرا. تحياتنا لاخواتنا وحبايبنا مشتركينا في كل مكان. الذكر ده رشه كبر اهوت، عايزين نقصه برضه. ده والله الاسمر ده اللي فوق هناك ده. طبعا احنا شلنا الميه على بيات وحطينا للحمام طبعا جرعه الديدان. حطينا للحمام جرعه الديدان، شلنا الميه على بيات وحطينا للحمام ميه النهارده الصبح بفضل الله، وحطينا لهم دواء سترات ببرازين طبعا 10 جرام كيس 20، بنقسمه على مرتين للحمام. تمام، بنقسمه مرتين على ايوه معلش معاكم اهوت النتايه ديت. نقسم الكيس مرتين على رتل ميه، يعني الكيس بيتعمل على مرتين، كيس بيتعمل على رتلين ميه، كل مره 10 جرام على لتر ميه. تمام، يومين ورا بعض علشان طبعا سترات ببرازين طبعا للناس اللي بتسأل يا جماعه اهو الكيس ده، الكيس دوت يا جماعه. تمام، طبعا احنا عملنا فيديو عنه قبل كده، فانا حبيت برضو ان انا اقول لكم عليه برضو النهارده على الحاجات اللي احنا عملناها النهارده. طبعا عطشنا الحمام وحطينا للحمام النهارده، ندي للحمام النهارده وبكره ان شاء الله. تمام، ونقوم مريحين يوم، ونقوم مدين لهم فلاجيل مطهر معوي ريح يوم، ميه بيضه، ونقوم حاطين للحمام فيتامينات، اي فيتامينات انت بتستخدمها بقى. تمام، اي فيتامينات بشري بيطري ايا كان الفيتامينات او المكملات الغذائيه اللي انت بتحطها للحمام بفضل الله. طبعا انت بتسند الحمام كده علشان الحمام بتاعك برضه يشتغل، لو عنده ديدان يطرد الديدان، في نفس الوقت تعمل له مطهر معوي طبعا تنظف معده الحمام. الكلام ده كله لازم الحاجات دي كلها علشان تطلع زغاليل كويسه، وفي نفس الوقت تطلع حمامه كويسه وما تصرفش كتير ولا حاجه. طبعا الكيس اللي احنا قلنا عليه دوت اللي هو الكيس ده سترات البيبرازين ده ب 10 جنيه تقريبا، ب 10 جنيه. تمام، ما هوش صعب ولا غالي ولا حاجه بفضل الله،
والغيه بسيطه جدا وبحاجات بسيطه زي ما انتم شايفين وزي ما انتم متعودين طبعا. زي ما انتم شايفين ده مكاننا اللي احنا بنربي فيه، تمام، مكاننا البسيط، مكاننا المتواضع. وفي نفس الوقت بننش الحمام، بنطير الحمام، بنقعد مع الحمام بتاعنا. طبعا حمام الزاجل حمام أصيل، حمام وفي لمكانه. الحمام الزاجل حمامة عندها إصرار وعودة طبعا على المكان وحنيتها للمكان الأصل اللي هي اتربت فيه. فطبعا حمام الزاجل ده زي ما احنا قلنا قبل كده حمامة أصيلة، حمامة وفية، في نفس الوقت حمامة بتمتعك، حمامة لو خدتها وطيرتها من أي مكان بترجع لك بفضل الله. طالما فرد الحمام صحته كويسة، طالما فرد الحمام صحته كويسة مفيش بيه أي أمراض ولا أي حاجة، بترمي فرد الحمام ما تقلقش عليه، بترمي فرد الحمام ما تقلقش عليه، تمام. علشان بس الناس اللي بتخاف إن هي تنش الحمام وتطيره من مكان أو حاجة. الحمام اهو يا جماعه ما بصدق يطلع في اليوم ده، اليوم ده مفضل بالنسبه للحمام، والحمام بيستناه علشان ان انا اطلع يوم اجازتي، يطلع زي ما انتم شايفين كده، زي ما انتم شايفين كده. حمام بيبقى مبسوط وسعيد، والله العظيم بحس بفرحه الحمام بامانه يعني انت تشوف الحمام حر، ما هوش محبوس ولا حاجه، حر. اطلع انا اقعد بقى مع الحمام كده زي ما انتم شايفين، ما بشغلش دماغي بحد، قاعد مع الحمام بتاعي اللي انا بربيه وبصرف عليه الغيه بتاعتي الجميله، متعة وحاجة تشرف بجد. تبقى قاعد زي ما انت شايف كده، بنقعد مع الحمامتين ندشر الحمام، في نفس الوقت نسيب الحمام كده اهوت يطلع يلقط على السطح، يحدق، ياكل، يفك نفسه. الحمام اللي بيطير هيطير، الحمام الكبير يطلع برضه على السطح زي ما احنا متعودين. الفيديو ده مميز لازما اعمله، والهدف من الفيديو ان انا بقول لك البساطة هي عنواننا في الغية بفضل الله، والكل غاوي، والكل غاوي حمام. البساطة أهم حاجة. عاوز تعمل غية بألوفات اعمل، ربنا يصلحها لك. عاوز تنش من مكان زي المكان دوت زي ما احنا بننش كده وبنطير الحمام بتاعنا من المكان البسيط دوت من غير ولا غية بقى ولا لفت ولا الكلام ده كله، ده ببساطة طبعا. والهدف من الفيديو البساطة، عنوان طبعا المكان بتاعنا زي ما انتم شايفين كده والغية بتاعتنا. وافتخر ان انا بربي في المكان دوت، وقلتها لحبايبنا برضو قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت، وبرضو بقولها تاني عشان اخواتنا المشتركين الجدد طبعا اللي مشرفينا، بنفتخر بهم طبعا، اللي بيحبوا الحاجات الجميله الحاجات المتواضعه ديت. انا عملت الفيديو ده عشان خاطرهم، وبرضو بعمله دايما باستمرار، وبنقول لكم على الحاجات اللي احنا بنعملها دايما والحاجات البسيطه اللي احنا بنعملها في الغيه بتاعتنا. دي انتايه طبعا بفضل الله على وش الشغل اهيت، تمام. الذكر ده نتايته حصت، تمام. بقية الحمام هناك اهو، شايفين يا جماعة؟ بقية الحمام هناك اهوت. سيبك تمتع عينك شوية. انت ده هتعمل عش هنا في الصفيحة دي ولا ايه؟ تعمل عش في الصفيحة دي ولا ايه؟ دعوات كلنا بالبركة والتوفيق طبعا. تحياتنا لاخواتنا طبعا في جميع الدول العربية، المملكة العربية السعودية، الكويت، الامارات. تحياتنا لكل مربيين الطيور وعشاق الحمام الزاجل وعشاق تربية الحمام بصفة عامة، وكل ما يخص تربية الحمام عندنا في القناة بتاعتنا بفضل الله، والمشاكل اللي بتقابل الغاوي بفضل الله. وأي حد عنده أي استفسار طبعا أنا تحت أمركم، اكتبوا لنا في التعليقات وأنا هرد عليكم بفضل الله. اللي حابب يتواصل معايا طبعا في الجروب بتاعنا على الفيسبوك، طبعا أنا سايبه في قسم لمحة أو في صندوق الوصف تحت الفيديو بفضل الله، علشان لو حابب تتواصل معانا برضو في أي استفسار أو أي حاجة. وتشرفنا طبعا في الجروب بتاعنا اللي هي فيسبوك بفضل الله. حمام اهو يا جماعة على السطح زي ما انتم شايفين كده. الذكر ده اهو، الذكر ده اهو اللي الكاميرا عليه ده فين الذكر ده؟ الذكر ده بفضل الله اللي مطلع الزغلول اللي احنا قلنا عليه. طبعا دي كانت حصواية وبفضل الله
الدكر ده خد نتايه تانية ولا ايه؟ ده نتايته محصيه جوه. نتايته محصيه جوه ما شاء الله. نتايته محصيه جوه، صح يا عم مازن؟ تعال. ايه اللي منزلك هناك كده؟ تعالى يا عفريت الغيه تعال. الناس اللي بتشتكي يا جماعه دايما من الحمام اللي بيركن، قلنا قبل كده ونزلنا فيديو عن الموضوع دوت، الحل السحري والنهائي للحمام اللي بيركن. منزلين فيديو عن الموضوع دوت وهكلمك برضو فيه، وهقول لك على الحاجات اللي بتخلي الحمام بتاعك يركن، وفي نفس الوقت هخليك تبعد عن المشكله ديت وما تقعش فيها ان شاء الله. تمام. عايز افرج برضو حبايبنا تاني على النتايه. طبعا نتايه بسم الله ما شاء الله، حاجه كده من الحمام الاصيل، اضافه قويه طبعا بفضل الله. هدايا لحبايبنا واخواتنا طبعا. الزغاليل بتاعتنا ايه برضو، الناس اللي ما شافتش الزغاليل برضو تاني. تمام. عايزك تتمتع وتشوف الحمام بفضل الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حمامنا يا جماعه اهوت. دي طبعا سلالتها عندنا بفضل الله. حابب برضو ان انا اوريكم حاجه. ماشي يا عم مازن. طبعا احنا قلنا وبنقول تاني، الحمام اللي كان في الفيديو اللي فات واحده واحده معايا كده، اللي احنا اتكلمنا عنه، الحمام اللي كان بيكسر، الدكوره اللي كانت بتكسر النوتي، الحمام اللي كان شاطح بعضه، الدكوره اللي كانت شاطحه النوتي بتجري وراهم على السطح، كنا سايبينهم على السطح زي ما احنا سايبينهم النهارده كده موجودين بفضل الله. برضه كنا سايبين الحمام زي ما انتم شايفين كده، زي ما انتم شايفين كده، الحمام بنسيبه على السطح في اليوم دوت. طبعا الحمام يفك نفسه، والحمام زي ما انتم شايفين في الشمس كده، الجو جميل اهوت. الجو كان بيمطر بالليل وكل حاجه، بس الدنيا الوقت الجو حلو، والحمام لازم يمشي على السطح كده ويحدق، وزي ما انتم شايفين كده نسيب الحمام براحته. الحمام اساسا بيبقى مزاجه حلو زي ما انت يا غاوي بيبقى مزاجك حلو في اليوم ده. يعني انا في اليوم دوت بفضل ان انا اطلع اقعد مع الحمام زي ما انتم شايفين كده، واعمل يعني بص فيديو حلو كده لاخواتنا وحبايبنا لكل مربيين الطيور. طبعا فيديو حصري وجميل كده ممتع مع الغيه بتاعتنا والحمام بتاعنا. شايفين الحمام فرد المقصوص عاوز يطير، حمام رفع عاوز يطير. فرد ده طالع اهو في الدشه، فرد ده طالع في الدشه يا جماعه. تمام. ما تبخلوش علينا طبعا بقى باللايك الحلو، اللايك الجميل، اللايك الجميل بتاعكم علشان بيرفع الفيديو، وفي نفس الوقت بقى يعني لو حابب تعمل معانا الصح تشير لنا الفيديو علشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، فضلا وليس امرا. طبعا اخوكم محمد ابو مازن بحييكم وبحيي حبايبنا في كل مكان، في المملكه العربيه السعوديه، في الكويت، في الامارات، في مصر الحبيبه، بص في اي مكان، المغرب، العراق، فلسطين، في اي مكان وفي اي وقت تشوف الفيديو بتاعنا. ما تبخلش علينا طبعا باللايك الجميل بتاعك. حابب برضه اوريكم تاني عشان الناس اللي بتبقى تسرع الفيديو، اوري يا جماعه الدكر ده كان شاطح النتايه، وبفضل الله بفضل الله وكرمه النتايه حصل، والدكر طبعا هو اللي راقي دلوقتي، هو اللي متولي المسؤوليه بتاعه الحصل. تمام زي ما انتم عارفين. وبرضه هنا هو نفس النظام، الدكر التاني اهو بفضل الله. تمام. حابب ان انا افرجك واوريك كل حاجه على الطبيعه بفضل الله وكرمه. يعني الكاميرا جوه في قلبه، يعني لو خبطها دلوقتي يقوم كسرها. تمام. وهنا برضه نفس النظام، صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حاجه كده بسيطه من حمامنا المتواضع. وقول لي ايه رايك في التعليقات والكومنتات، وما تحرمناش ما تحرمناش من اللايك الجميل بتاعك. تمام. اللايك الجميل طبعا هيعمل معانا الصح. طبعا انا هطلع لكم بقى الزغلول بقى في الشمس بره اهوت، علشان برضه الناس اللي طالبه. الفيديو ده هنعمل فيديو بقى حلو كده لاخواتنا وحبايبنا. يا عم ما تخافش. طيب انا هطلعك بقى بره
واخش انا جوه. انا اطلعك انا بره بقى، واخش انا جوه في قلب الغي. يلا طلعت الحمام كله بره اهو، طلعت الحمام كله بره، وانا اللي قعدت في الغيه يا جماعه. ايه رايكم بقى؟ قولوا لي رايكم بقى في الكومنتات، ولايكاتكم الحلوه كده بقى طبعا اللي بتشجعنا، الناس اخواتنا وحبايبنا طبعا متابعين قناتنا طبعا، الناس اللي زي العسل. اهو الفرد سابني ومشى اهو لما انا تمام. انا طلعت الزغلول بره والحمام كله بره، وانا اللي قعدت في قلب الغيه. ايه رايكم بقى؟ يا جدعان والله العظيم الغيه دي اجمل حاجه يعني الواحد بيحبها بصراحه. اجمل حاجه وممتعه جدا ان الواحد يقعد كده في قلب الغيه كده، ويقعد على السطح مع الحمامتين اللي هو بيربيهم. ما تقولوش بقى ولا فلوس بقى ولا الكلفه ولا الكلام ده كله. عنده خبر حلو لكم، طبعا الكلفه بدات تنزل يا جماعه والله بامانه. يعني انا فرحت بصراحه. يعني النهارده الذره نزل تقريبا ل 12 جنيه و12 ونص، ده حاجه كويسه جدا. تمام. اللي كان وصل ل 17 جنيه و19 جنيه. ارجع ارجع. طلعته في الشمس اهو، طبعا ابوه بره. تمام. وبقيت الحمام كله بره. انا لما بفتح هو عاوز يجي. هذا فرد اهو، تشوفوا تقول عليه فرد الا كده صغير اهو. شايفين؟ انا عايزك بس تشوف وتتمتع وتقول لي ايه رايك. امانه عليك، عايزك تشوف وتتمتع وتصلي على النبي كده عليه افضل الصلاه والسلام. وطبعا تقول لي ايه رايك، قول لي ايه رايك في الحاجات اللي احنا بنعملها دي. حاجات بسيطه وحاجات جميله جدا. انت عاوز ايه تاني اكتر من كده؟ انا غاوي، انا غاوي وانت غاوي يا اللي بتشاهدنا وبتتفرج علينا في اي مكان وفي اي بلد وفي اي حته انت بتربي فيها طيور. انت غاوي حمام صح، وانا غاوي حمام. احنا عايزين ايه من الغيه غير كده؟ ان احنا نقعد في مكاننا الجميل، نقعد مع الحمامتين اللي احنا بنربيهم، نشوف الحمام اللي بيحصي، نشوف الحمام اللي مطلع، نشوف كل حاجه اهو. العشه فضت يا جماعه اهي، العشه فضت ما عادش فيها حاجه الا الحمام اللي راقد على الحصى اهو. وطبعا الزغلولين الحلوين بتوعنا الصغيرين، طبعا دول مش عايز اطلعهم دلوقتي بره. طبعا لسه صغيرين قوي. تمام. مش عاوز اطلعهم دلوقتي علشان ايه؟ ما ياخدوش برد. وفي نفس الوقت وعندنا الحمامتين الحلوين اللي راقدين على الحصى، طبعا دول بقى بنسيبهم ملناش دعوه بيهم. تمام. اللي هم الذكرين اللي بيتولوا المسؤوليه زي ما انتم عارفين، وريناه لكم دلوقتي. تمام. وده التاني اهو، وده اهو. عشان الناس اللي كانت بتقول كانوا دول ما فيش اي حاجه بفضل الله وكرمه، والحمد لله. عقبال طبعا الباقي اللي هناك ده فاضيه، عقبال الباقي كده يعمر باذن الله واشتغل. يلا بقى، يلا بقى نشوف الحلاوه والجمال اللي على السطح. نشوف الحلاوه والجمال اللي على السطح، وقعدتك ومزاجك وغيتك الجميله وانت قاعد مع الحمامتين اللي انت بتربيهم. قول لي ايه رايك. طبعا اهو شايفين دي النتايه، النتايه اللي هناك دي اللي هي كانت رايحه عند الذكر دي. تمام. ابوها. الله اكبر الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ما هو طلع بره بقى، ما انا طردته من الغي. طردته من الغي. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حنيه الحمام، حنيه الحمام الزاجل الاصيل، الحمام الوفي، حتى زي ما انتم شايفين كده لزغاليله لصغاره، لزغاليله لصغاره. ركز في الكلام. حمامه شوف يعني ابنه طالع بره بياكله، مش بيسيبه. ابنه بره اهوت وبياكله. تمام. شوف ومتع عينك وشوف. صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وقول لي ايه رايك في الحاجات الجميله ديت، الحاجات الحلوه. الناس، انا الغاوي اللي عنده مشكله وعنده الحمام ما حصاش، ما تقلقش، مش عايزك تقلق. انا بعمل لك الفيديو ده والهدف منه ان انا بقول لك اصبر، اصبر على الغيه بتاعتك. الحمام بتاعك هيحصي وهيبيض، بس اعمل الحاجات اللي احنا بنقول لك عليها. حمامك دايما وفر له تحديق، حمامك الشمس دايما تشوفه. حمامك لو انت خايف وبتطير، ركز في الكلام اللي احنا بنقوله ده. ده النتايه بتاكله اهو يا جماعه. تمام. معلش انا مش هنسى الكلمتين اللي انا قلتهم، بس انا هقولهم تاني. بس انا بس بوريك. الله اكبر الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بيزققوا اللي بقع منه الحمام جاي ياكله. بتزقق واكله وتمام التمام، وعماله بتلم وتحدق علشان تاكل ابنها الذكر والنتايه. مش ان هي بقى تسيبه مثلا والكلام ده كله. تمام.
بسم الله ما شاء الله. حابب ان انا افرجك تتمتع، تشوف الحلاوه وتشوف الجمال وتشوف الحاجات الحلوه دي كلها، وتقول لي ايه رايك. قول لي ايه رايك في الجمال والحلاوه دي. بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله جدا. إيه طبيعه اهوت في الهواء، حمام اهوت. بقول لك مشاكل اللي انت دايما بتقول عليها ان الحمام ما بيحصيش الحمام، الكلام ده كله هقول لك اعمل كذا كذا. سيب الحمام بتاعك يتهوى على السطح، سيب الحمام بتاعك في الشمس في الطبيعه، واخد بالك. حاول بقدر الامكان لو انت خايف على حمامك، زي ما انا قلت من شويه طبعا ورجعت لك تاني ساعه لما كان الحمام بياكل ابنه النتايه والذكر، كنت قطعت الموضوع. فانت عندك زي ما انت شايف كده، انت دلوقتي هتغرم حاجه؟ يعني انت لما تسيب حمامك كده يطير، لو انت مكشفه ومدشره ومعوده على المكان ومحفزه، سواء صغير او حمام كبير او حمام جديد، وكشفته ودشرته واتاكدت ان الحمام اللي انت جايبه دوت هياخد على المكان، بس ما يكونش طار عند حد قبل كده، عشان تبقى المعلومه صحيحه، علشان الناس اللي بتخش تقول انت بتقول الحمام الكبير اللي انا شاريه وكان طاير عند واحد، لا انا هثبته. يبقى مش زاجل. في ناس بتقول، في ناس ناصحه كده بتفهم اللي على مزاجها ومش عايزه تفهم الكلمتين اللي احنا بنقولهم، طبعا مع احترامي للناس اللي هي البشوات بتوع الغيه الصغيرين والكبار والصغار قبل الكبير. تمام حبايبي صار. فانت عندك دلوقتي الحاجات دي كلها، تمام. عندك الحاجات دي كلها زي ما انت شايف كده، تمام، زي ما انتوا شايفين كده، تمام، على الطبيعه كده. فالحاجات دي كلها يعني حاجات بسيطه وحاجات سهله، مفيش فيها حاجه صعبه، تمام. تسيب حمامك يطير، بتسيب حمامك زي ما انت شايف كده على السطح، تمام. وفي نفس الوقت الحمامتين اللي انت بتربيهم طبعا بياخدوا على المكان، بتدشرهم، خايف ان انت تدشرهم، تمام، خايف ان انت تطير، قصقص حمامك، اعمل شيكرتون على الجناح بتاع الحمام زي ما احنا قلنا لكم قبل كده، في السطح زي ما احنا عاملين كده اهوت. لو في مكان بسيط، مكان متواضع، تمام. ركز، حابب بس اوريك حاجه، تمام. زي ما انتم شايفين كده، هتدشر، تعود حمامك على المكان، الحاجات اللي احنا قلنا عليها. انا مركز بس على الحمامتين دهمت، تمام. لازم تتابع الحمام بتاعك باستمرار، تشوف الحمام اللي بياكل واللي ما بياكلش والحمام اللي اكلته ضعيفه. بس انا نصيحتي ليك ان انت لما تيجي قبل ما تطير لازم تدشر الحمام بتاعك، لازم تدشر الحمام بتاعك. وعملنا لنا فيديو عن الموضوع دوت، تمام، عملنا فيديو عن الموضوع دوت وقلنا دشار الحمام وتعويد الحمام على المكان والكلام ده كله، تمام. فيا ريت لو انت ما شفتش الفيديوهات ديت، انا هسيب لكم مجموعه فيديوهات في صندوق الوصف، خش اتفرج عليهم كده وقول لي ايه رايك فيهم. عندنا الحل السحري والنهائي للحمام اللي بيركن، فيديو جميل جدا. عندنا تعويد الحمام على المكان وتحفيزه، عندنا يعني فيديوهات، مجموعه فيديوهات جميله جدا. دشار الحمام، تعويد الحمام الكبير على المكان وعلى الطيران برضه، والحمام الكبير والصغير. كم فيديو جميل كده برضه، وفيديوهات كتير كتير جدا اتكلمنا فيهم عن المشاكل اللي بتقابل الغاوي وعن الحاجات اللي بتقابل الغاوي. ودايما بس انا عايزك دايما تخش تتفرج على الفيديو من اوله لاخره عشان تتعلم وتعرف معلومة. يعني انت لو هتتفرج على الفيديو وطلعت منه بمعلومة وعملت بها، صدقني هتنجح في الغية بتاعتك، صدقني هتنجح في الغية بتاعتك، تمام. في حاجة بقى، عندك الحمام، الناس اللي هي دايما بتشتكي وتقول الحمام ما بيحصيش وما بيبيضش، طبعا الصغيرين، الناس المبتدئين الصغيرين الحلوين اللي لسه داخلين الغية وبيقولوا عايزين الحمام يحصي واحنا قلقنا والحمام ده شكله مش هيبيض والكلام ده كله. لا، انا عايزك طول ما الحمام بتاعك بتقدم له العلف الكويس، تحديد الحمام بتاعك دايما المية بتاعته نظيفة، بتديله جرعة الديدان زي ما احنا عملنا النهاردة وقلنا في بداية الفيديو، تديله جرعة الديدان والمكمل الغذائي والمطهر المعوي والحاجات والطريقة اللي احنا قلنا تعمل بيها الحاجات دي كلها، الحاجات البسيطة، وعملتها، صدقني انت مش هيبقى عندك مشاكل ولا يبقى عندك اي حاجة في قلب الغية، تمام.
هاتوا هاتوا هاتوا. اجيبه لورا. ماشي. لسه جايه من بره ايه طيره ما شاء الله. حمام لما بيكون محبوس ونفتح له الحمام بيطير بمزاجه. حمام بيطير بمزاجه، ما بتشغلش دماغك بيه. تمام، ما بتشغلش دماغك بيه. انما سيبك من الهش والكلام ده كله وتقعد ايه. الحمام اللي كان كل اللي انا كنت دخلت الغيه وهو كان بره، يخش الغيه بقى دلوقتي علشان نقفل عليه على الحمام المقصوص. انما الكبير ده طبعا هنسيبه. طبعا انا لما بنزل بقفل عليهم طبعا، ما بسيبهمش كده علشان برضه الواحد بيقلق عليهم. بس انا يعني في اليوم اللي زي دوت بقعد اطول وقت ممكن عند الحمام وفي قلب الغيه بتاعتي علشان اسيب الحمام زي ما انتم شايفين كده. تمام. بس لما بنزل طبعا بدخل الحمام المقصوص ده كله بدخله في قلب الغيه، وانا بقعد فين؟ على السطح برضه، او بنزل بقى واسيب الحمام اللي طاير طاير لحد اخر النهار زي ما انتم عارفين كده، وايه واقفل عليه. تمام. احب ان انا اقول لك على كل حاجه في قلب الغيه بتاعتنا. واليوم ده يعني انا بفضل ان انا اعمل لك الفيديو دوت علشان تشوف زي ما انت شايف كده على الطبيعه الحاجات البسيطه الحاجات الجميله ديت. تمام. على الطبيعه كده. الجو بيمطر اهوت، شكلنا كده بقى هنقفل. الجو هيبدا يمطر. تمام. الجو هيبدا يمطر فعلا. فطبعا ما تبخلوش علينا باللايك، ما تبخليوش علينا باللايك طبعا علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، حبايبنا متابعينا مشتركينا طبعا الناس اللي زي العسل. تحياتنا للجميع اخواتنا في كل مكان. يا ريت يكون الفيديو عجبكم. طبعا هدفي الاول والاخير انك تتعلم تربية الحمام من غير مشاكل ومن غير صعوبات، وبنوصل لك المعلومة بكل بساطة، ويعني تبقى حاجة سهلة كده وبسيطة لكل غاوي وكل مبتدئ طبعا في الغية بتاعتنا المتواضعة. وهدفي الأول والأخير زي ما أنا قلت لك إنك تتعلم تربية الحمام، وأي نوع حمام أنت حابب تربيه هتربيه، وفي نفس الوقت مش هتصرف كتير ولا حاجة. الجو بدأ يمطر اهوت. تمام. خير. فيديو لكل غوات الحمام وكل مربيين الطيور في كل مكان. تحياتنا للجميع، تحياتنا لكل مشتركينا وحبايبنا طبعا والناس المحترمة في كل مكان. ذكر بسم الله ما شاء الله. وده الحمام اهوت. الحمام كان طاير وجه. تمام. انا طبعا فتحت على الحمام ونشيت الحمام. تمام. بسيب الحمام يطير لوحده، انا ما بهشش حمام ولا بجري ورا حمام زي ما انا قايل لكم قبل كده، ومعودكم ان انت ما تخوفش الحمام ولا تفزع الحمام ولا الكلام ده كله عشان حمامك ما يركنش. لان انت لو هشيت الحمام وفزعته ومأكل حمامك وطيرته وهشيته والحمام ضغطت عليه في النش، الفرد الحمام بتاعك هيركن عند اي جار ليك او اي غيه تانية. فانا مش عاوز الحمام بتاعك يركن عند حد، مش عاوز الحمام بتاعك يركن عند حد. تمام. مش عاوز الحمام بتاعك يركن عند حد. وده يعني انا باختصرت لك الحل السحري والنهائي للحمام اللي بيركن. وفي فيديو برضه هنسيبه لكم في قائمه التشغيل، خش اتفرج عليه من البدايه للنهايه. فيديو جميل جدا، فيديو ممتع لكل حبايبنا واخواتنا وعشاق الحمام. طبعا الجو بيمطر والله يا جماعه دلوقتي وانا بصور الفيديو. تمام. يعني انا اشوف انا عامل الفيديو بقى قد ايه والفيديو يعني اهو الجو بدأ يمطر اهوت عليا وانا بصور الفيديو دلوقتي لكل حبايبنا واخواتنا ومتابعينا. بس هنسيب الحمام برضو شويه في المطره ديت، وهندخل الحمام المقصوص طبعا جوه عشان نطمن عليه. والحمام اللي بره طبعا ايه بيحب الميه، يعني الحمام بطبيعته جسمه حامي بيحب الميه والمطر والكلام ده كله، فالواحد ما بيقلقش عليه. لان انا طبعا بسيبه فتره، يعني ممكن اسيبه بالثلاث اربع خمس ايام وممكن بالاسبوع وبال10 15 يوم ما بفتحش عليه. تمام. بحب ان انا افتح كده لما باجي اصور الفيديو علشان اخليك تشوف الفيديو على الطبيعه، وفي نفس الوقت تبقى شايف كل حاجه على الطبيعه كده، ما بنخبيش عنك حاجه، بنقول لك على كل اللي بيحصل في الغيه بتاعتنا وكل ما هو جديد في الغيه بتاعتنا، وببساطه وباحترافيه وبذكاء كده وبذكاء غاوي. بحب اوري لك كل حاجه تشوفها على الطبيعه في غيتنا المتواضعه. وطبعا انا كده طولت عليكم ومش عايز اطول عليكم اكتر من كده، كل اخواتنا وحبايبنا.
طبعا المطر زادت النهارده، طبعا الجو بيمطر اهوت، والجو كان بيمطر بالليل، الجو بيشتي حالا دلوقتي. يعني ربنا يرزقنا طبعا بالحلال الطيب بفضل الله، ودعواتكم لنا بالتوفيق، وربنا يبارك لكل اخواتنا وحبايبنا ومتابعينا. وهدفي في القناة بتاعتنا ان انا اوصل المعلومة لكل غاوي وكل مربي طيور. قبل ما اختم الفيديو، هدفي الاول والاخير ان انا اوصل لك المعلومة بكل بساطة لكل مربيين الطيور وعشاق الحمام الزاجل الاصيل والحمام الزاجل علم وفن ونمبر 1. تحياتنا للجميع وكل ما يخص تربية الحمام بصفة عامة. وبشكر كل متابعينا وشكرا على المشاهدة. لو انت وصلت لحد هنا طبعا وما تبخلش علينا باللايك. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، عشان مش عايز اطول عليكم اكتر من كده لان انا طولت جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.